سينا هتفضل تحت الميكروسكوب الصهيوني وهيحاربوا لاستعادتها بكل الطرق. فصل جديد من فصول محاولة الاستيلاء على سينا. بيقولوا ان سينا هتنقذ الكوكب والبشرية من اخطار كتير. علقوا امل انقاذ البشرية على تراب سينا. طيبين قوي يا خال. يسعد صباحكم او مساكم اينما كنتم. انا رفيق عادل وانتم بتتابعوا برنامج اصل الحدوته. في حلقتنا النهارده معاكم هنتكلم عن مشروع يبان في ظاهره انه طموح جدا ومشروع يخدم البشريه، لكن في باطن الامر ما هو الا فصل من فصول استعاده سينا. بس المره دي الخطه بشكل جديد. السياق والكلام رايح ناحيه انقاذ البشريه وتخفيض ثاني اكسيد الكربون وحمايه البشريه والكوكب من التصحر، وكله على حساب سينا. يعني بيحطوا السم في العسل. مؤسس المشروع او المخطط اللي هنتكلم عليه النهارده هو فان دير هوفن، عالم هولندي في البيئه. بيفكرني بالعالم الهولندي في الجيولوجيا، واللي بمشروعه ده بيحاول يرجع الحياه تاني لشبه جزيره سينا، واللي شايف من وجهه نظره ان رجوع الحياه لشبه جزيره سينا هو الحل الامثل لعلاج تغير المناخ والتصحر، واللي بيحاول من كلامه او في مشروعه انه يظهر نواياه الحسنه وانه هو منقذ الكوكب لو المشروع ده اتنفذ. سامع سؤال بيدور في مخ كل واحد من اللي بيتابعونا: اشمعنى سينا؟ مع ان هناك صحراء ممتدة في العالم كله وفيها خيرات وممكن ان احنا نرجع الحياة ليها تاني. فكر وتعالى هندوسك بالدبابة. والله يا رجال ما بدي بالإجابة. حل لنموت وتعيش مصر الوهابة.